بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأحبتي في الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اليوم معنا قصة عن الحوقلة، وفهمت أن الحوقلة تأخذك إلى الوجهة الصحيحة. الوجهة الصحيحة هذا بدي أفهمه، نسمع عشان نعرف شو عمالين نحكي. الموضوع نكمل إن شاء الله. في معنا قصص جميلة جدا جدا، عن جد قصص جميلة وتوحي فيها إيحاءات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوي محمد حجازي، أنا لزمت الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله قبل ما أعرف قناتك بأعداد كبيرة، يعني 5000 8000 لمدة شهرين 3 أشهر. لزمتها فدلتني على قناتك، سبحان الله. يعني ظليت أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني بدي إنه طريق أتمسك فيه، سبحان الله. إذا أنا أتفرج على اليوتيوب وإنه طالع على الاستغفار سمعته وبلشت عاد أستغفر، بس تركت الحوقلة يعني، والتزم هلا التزمت بالاستغفار من 2023. جزاك الله عنا كل خير أخوي محمد حجازي. السلام عليكم ورحمة الله. نعم، أنا أفهم أن الحوقلة هكذا لمدة طويلة ب5000 حوقلة، إن الله سيأخذك إلى الوجهة الصحيحة. وأين؟ إلى البداية. ما هي البداية؟ الاستغفار على الذنوب التي نسيتها وأحصاها الله، وعلموك أنها تغفر بسيد الاستغفار ولكنها لم تغفر. لازم نبدأ المشوار من جديد، من البداية نتعلم الدين. من البداية نتعلم كيف نتعامل مع الذنب، وكيف نتعامل مع الاستغفار وسيد الاستغفار وكل هذه الأمور. نعم، لازم نبدأ نتعلم من ناس عاشوا الاستغفار، يعرفوا الاستغفار، حقيقة الاستغفار. ليش؟ لأن الله لا يحب الذين يتكلمون عن شيء لم يعيشوه. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. بتقول استغفر وانت لا تستغفر، بتقول حوقل وانت لا تحوقل، بتقول صلي على رسول الله وانت لا تصلي، يعني من باب الإكثار. فحياكم الله. شوي إن شاء الله في معنا قصص جميلة جدا توحي إلى شيء والله. بس أحط الميكروفون لأنه انكسر، يعني سبحان الله. شرينا ميكروفونات 2 والله جديدة، خربوا لي 3 دروس، يقطع الصوت بالنص. فما يعني هو ضاوي وكل اشي في انارة ومبين انه بيشتغل 100%، ولكن اتضح انه في نص الهاي كان يقطع الصوت ويساوي ضجة، فبطلت أأمن. يلا ناخذ القصص ان شاء الله تباعا. ناخذ قصة ان شاء الله. السلام عليكم. انا من فلسطين، لدي اطفال، وكانت لدي مشاكل معقدة جدا، ومس وقلة في الرزق وكثرة مشاكل الأولاد، والبيت لا يترتب مطلقا، وخربط ربنا يعلم فيها. سمعت لمحمد حجازي وبدأت على خطاه في الاستغفار، فرأيت رؤيا رائعة. شاهدت نفسي أخرج من بيتي لألم في أذني وأريد تنظيفها. شاهدت نفسي أخرج من بيتي لألم في أذني وأريد تنظيفها، وأتى في الطريق وضعت أصبعي في أذني، وإذا بأوساخ كبيرة تخرج. خلينا نضبط الكلام كمان مرة. شاهدت نفسي أخرج من بيتي لألم في أذني وأريد تنظيفها، وأتى في الطريق وضعت إصبعي في أذني، وإذا بأوساخ كبيرة تخرج. وصلت باب العمود. انتوا عارفوا وين باب العمود؟ منطقة بالقدس، باب الأقصى، باب من أبواب الذين يدخلون على سوار الأقصى. منطقة بالقدس، هي المنطقة التي دائما فيها أحداث. المدرج هذا باب العمود. وإذا السماء تمطر، فيخبرني أحدهم، هذه في الرؤيا، إن هذا المطر لأجلي. فبكيت من شدة الفرح والتأثر، وحدثتني نفسي إني لا أستحق. لم أبدأ بعد وحديثة عهد بالاستغفار الكثيف
لنقل والحمد لله رب العالمين. يعني اعتذر مرات الكلمات، بس في إنها قصص جميلة جدا. هذا قصة أخرى. جلست يوما بعد صلاة المغرب أردد أورادي. نعم، جلست يوما بعد المغرب أردد وردي من الاستغفار، وكنت أخصص 10 دقائق من كل ذكر بعد صلاة المغرب. ولكن في ذات اليوم تذكرت قول الأستاذ حجازي أن جاهدوا أنفسكم وزيدوا من الذكر. يعني من عاد لي وليا فقد آذنت بالحرب، وما تقرب إلي عبدي أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي. يعني لما بتصلي زيد، لما تقرأ قرآن زيد، ولا يزال عبدي يتقرب إلي. هاي عمل بتعمله زيد عليه، ولا يزال عبدي يتقرب، وانت حاطط في بالك هذا الحديث. نعم. نعم. ولكن في ذاك اليوم تذكرت قول الأستاذ حجازي أن جاهدوا أنفسكم وزيدوا من الذكر، فعزمت أن لا أتحرك من مكاني قبل أن أكمل الاستغفار لمدة نصف ساعة على الأقل. وحاولت جاهدا أن أقولها كدعاء طالبة من الله المغفرة: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. رغم أني كنت أرددها بسرعة حتى أصل في الدقيقة الواحدة إلى 100 استغفار. وفي بعضها طلبت المغفرة لأخي المتوفي وأحد أقارب المتوفى أيضا. كنت أطلب من ربي المغفرة: رب اغفر لي ولفلان وفلان. وعند نهاية نصف ساعة، وبعد نهاية النصف ساعة كنت قد أنهيت ما يقارب 3000 استغفار. نعم، شوف 3000 استغفار، وأنا دائما كنت أقول ما بين المغرب والعشاء لربما 10,000، وبين الفجر والشروق استغفار بصيغة أستغفر الله هكذا. يعني كنت أردد تقريبا 8000. يعني وين ساعة وربع، وانا عندك ساعة 6000. يعني في عد، في أرقام تطلع حقيقية معك إذا أنت بتأخذ الإشي محمل الجد وبسرعة، فبيطلع معك أنا وأنت نفس الشيء. طيب، أنهيت ما يقارب 3000 استغفار، وإذا بالموبايل يرن، وإذا يعني بعد ما أنهت الاستغفار في هذه الجلسة 3000، وإذا الموبايل يرن. كانت أختي على الطرف الآخر، وكانت ترجف من الفرحة، وأخبرتني إنها الآن في سوق الذهب، وقد باعت فتافيت من الذهب القديم بمبلغ 4000 ريال سعودي. فاستبشرت وفرحت بذلك. يعني أختها كان معها ذهب مكسر، يعني ممكن انقطعت سلسلة، انكسرت سوارة هكذا، وكان معها، وكانت طالبة منها تبيحن. فاتصلت فيها بعد الاستغفار والجلسة هذا، وتقول لها بعت لك إياهن ب4000 ريال. طيب، وفرحت بذلك، خاصة أنني أعطيتها تلك الفتافيت منذ وقت طويل لتبيعها، واستحييت أن أسألها لماذا لم تبيعه، لأنها مشغولة جدا، ولم يكن في ذلك الذهب شيء صالح لللبس، مقطع، وكان معظمه من عيار 18. فاجأتني بقولها: يعني أنت فرحاني إني بعت ذهبك ب4000 ريال؟ هي فاجأت تقول: يعني أنت فرحاني إني بعت ذهباتك ب4000 ريال؟ قالت لها: نعم الحمد لله نعمة. قالت: إذا أبشرك بإني بعته ب30,000 ريال. يوحي ليش الرقم، يوحي ل30,000 استغفار. سبحان الله. إذا قلت لك أبشرك بإني بعته ب30,000 ريال سعودي، وإني والله أرجف من الفرحة والخوف، لست مصدق المبلغ، وللتأكيد طلبت من البائع أن يكتب لي فواتير. تقول: وأنا ظنيت إنه سيقول لي آسف أقصد 3000، ولكنه أكد لي المبلغ 30,000 ريال، وتم تسليم المبلغ وأنا مو مصدقة، أتمنى العودة للمنزل سريعا. فقلت لها: لن أستغرب، لأني كنت أستغفر الله وأردد الاستغفار كثيرا حتى خشعت، آمنت بالله، والله إني ملازم الاستغفار، إن ملازمة الاستغفار تجلب المال، ولكن حاول أن يكون لك سعي في شيء من التجارة. يعني خذ بالأسباب، مش تجلس في الدار تستنى المال. يعني إذا أنت عامل تذهب إلى عملك،
إذا أنت تاجر تذهب إلى تجارتك، ولكن حاول أن يكون لك سعي في شيء، تجارة بسيطة، استثمار، بيعة، أي شيء يأتيك منه مال. فكما يقولون إن السماء لا تمطر ذهبا، لكن إن كان لك باب، أي باب يأتيك منه المال. والحمد لله رب العالمين. هذه قصة نعم من السعودية، جزاها الله خير. وعندنا قصص كمان إن شاء الله. طبعا ندخل هذه قصة شفاء لطفلة نزلتها بالدرس اللي سبق، وننزلها كمان مرة. إخوتي الكرام، لما ابنك الصغير الرضيع أو ابنك الطفل الصغير يبكي ويتألم وبين المستشفيات، أنت المقصود، أنت الكبير، أنت الذي تتذوق المرين. أصلح ما بينك وما بين الله، وارحم الصغير. نعم، ارحم الصغير. مش في مثل بيقولوا له الحصرم هو العنب الغير مستوي، الحصرم هو العنب الغير مستوي. فيقول المثل الآباء يقطفون الحصرم والأبناء يضرسونه. يعني هذا الأشياء الحرام اللي بتعملها تؤثر في أبنائك، تؤثر في أبنائك، وبعدها أنت تتعصر ألم عليه. فانتبه يا أخي. والأشياء الطيبة التي تعملها كمان تؤثر على أولادك وتحفظهم من كل سوء، وكان أبوهما صالحا. انتبه يا أخي الكريم. هذه قصة تلخص كثير والله. احنا نزلنا قصص من الشكل. السلام عليكم ورحمة الله. هذه أخت من السودان مقيمة بجمهورية مصر العربية، تقول قصتي كالآتي: عندي بنت من ولدتها عندها حساسية الحنطة كما يقولون، حساسية القمح، والآن عمرها 3 سنوات. كانت حساسيتها قوية خالصة، والحمد لله رب العالمين. الآن شفيت تماما من هذه الحساسية بفضل الله سبحانه وتعالى، وثم الدكتور محمد حجازي. بس بقيت أستغفر اليوم كله وبقراءة سورة البقرة مرة واحدة في اليوم، والآن بنتي أصبحت تأكل كل شيء بما فيه القمح. ما شاء الله تبارك الله. الحمد لله رب العالمين. شيء رحمة. أما بنعمة ربك في حدث، هاي اللي تحدث عنها. مش تقول لي قديش في بجيبتك فلوس، مش عارفين نفهم شو الأحاديث. حدث عن نعم الله، حدث عن الاستغفار، حدث ماذا وجدت من سورة البقرة، حدث عن الحوقلة، حدث عن ماذا وجدت من دين الله، كيف الله رحمك. حدثهم بل وكلمهم، حدثهم عن أيام الله. نعم، أيام الله التي نجى الله فيها، نجاك الله فيها، رزقك الله فيها، زوجك الله فيها. كنت في أمس الحاجة أن يرفع عنك الله بلاء أو عقاب فرفعه عنك وأنت غير مصدق. نعم، وذكرهم بأيام الله. تذكر هذه الأيام التي مررت عليها. كنت بدك تتزوج وتقول كيف بدي أتزوج، من أين أتي في المال، وزوجك الله. ثم قلت من أين يأتي الولد، وأنا كيف بدي أدبر حالي، وجاء الولد. وبعد ذلك بيت وسيارة وكل هذا، وانت تقول كيف بدي أجيب، يا رب يا رب، ويأتيك كل شيء، وأتاكم من كل ما سألتمه. لازم تتذكر، نعم، تتذكر نعم الله عليك. وذكرهم بأيام الله. معنا كمان رسالة من أخ سوداني، نسمع رسالته. الحمد لله رب العالمين. إخوتي الكرام، الاستغفار رحمة الله. ذنوبك، همومك، ذنوبك، ديونك، ذنوبك، أسحارك، ذنوبك، الطرد من رحمة الله، هيك تيه، خايف، تعبان، لا تهتدي. يوم بدك تعمل في الطلاق، يوم بدك تعمل في بيع، في التجارة، يوم بدك تعمل في الماشية، يوم بدك تكون فلاح، كل يوم بدك تعمل شيء وانت مش عارف من أين. عندما تتوب من الذنوب ستهتدي، سيهديك الله. نعم، سيهديك الله، سيأخذك لوجهتك الصحيحة. نعم إخوتي الكرام، ما بين الاستغفار وسورة البقرة تحيا أمة، تحيا أمة، تحيا قلوب هذه الأمة. نعم، ليش؟ ما هو الرابط بين الاستغفار وسورة البقرة؟ ذكر الله جل في علاه تعظيمه في الاستغفار، فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.
ما لكم لا ترجون لله وقارا. الله بيقول لك وليش مش عمال تعظمني؟ يعني كل هذا الاستغفار اللي انا قلت لك بالاستغفار كل هذا اعطيك وانت لا تعظم، وانت بالفعل لا تعظم. فبدأت تبحث عن صيغ، بدك تطول الصيغة. قلت استغفروا ربكم، نعم، فألزم الاستغفار، قول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لا تكن كبقرة بني إسرائيل، ما لونها وكل هذه التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين. أنا في جروب أو مجموعة الواتساب 2 بلغوا عني ولو آية، من ضمن الناس اللي انضموا لهذا الجروب الرائع الجميل. الحمد لله يعني وجدته بالصدفة وانضميت له، يعني حتى بدون ما. بعدها تتبعت كل فيديوهات الأخ محمد حجازي أبو أحمد، تتبعت كل الناس اللي عندهم قصص مع الاستغفار وسورة البقرة. يعني الحمد لله يعني كنت متحمس جدا، يعني ما فكرت انه حتى انه انا افكر انه على طول انا انضميت للجروب. ويعني لا يمكن يوم كده يعدي انا ما يعني ما نشاهد فيديو لاخونا ابو احمد محمد حجازي وكل الناس اللي عندهم تجارب، والسيدة الفاضلة أم رفيدة. يعني قبل شوية كنت قاعد متبع لها قصة على الفيسبوك. أنا قصتي مع الاستغفار يعني لم تطول، أنا حتى الآن لدي في حدود 25 يوما يعني بالتحديد. لكن الحمد لله يعني أنا بديت اليوم الأول عملت ممكن 9,000، الثاني عملت حدود 12، الثالث عملت 30، يعني بيعمل 30، بيعمل 32، بيعمل 34، عدة المرات عملت 61,000. وكنت مرتاح جدا. صح الأيام الأولى عندي الأسبوع الأول حسيت تكسير في كل الجسم، تحس بجسمك كده كأنك عندك حمى، صداع. كنت بعمل تاج الذكر 100 مرة، بقرا المعوذتين. الحمد لله يعني أنا قبل ما ننضم للجروب يعني الصلاة يعني عمري أنا من عرفت نفسي واحد مداوم على الصلاة، مداوم لكن يعني ما كان واحد عنده انضباط في الاستغفار أو عنده جدول أو عنده هنا ورد انت بتعمله يوميا او 4 ايام او هنا. لكن مع محمد حجازي يعني انا والله جد يعني الحمد لله مرتاح جدا من الاستغفار. وانا من الناس كمان ما قاعد بتجيني رؤى، يعني انا اكون نايم تجيني رؤية ممكن في السنة مرة، سنة ونص. الحمد لله يعني انا ممكن هسه جاتني اكثر من 3 رؤية، يعني حاجة كويسة جدا واستبشرت خيرا. يعني الحمد لله والشكر لله، يعني مرتاح نفسيا، هدوء نفسي، أنوم أنوم مرتاح. زمان تقعد تفكر والدماغ يكون مشغول وبتاع. يعني أنا بيجي أنام بشغل سورة البقرة خلاص، الحمد لله والشكر لله. بيظبط المنبه صلاة الصبح تقوم تصلي، الحمد لله والشكر لله. مرات بصلي الضحى، يعني مش مداوم عليه، ولكن في الأسبوع 2 3 مرات
تصلي صلاة الضحى. يقال إنه لو عملت الأفضل تعملها 4 6 هنا. أخونا محمد حجازي حضرت إحدى المحاضرات، يعني قال قيام الليل ممكن تعمل 13، يعني الحمد يعني أعلاها 13 وأدناها 3. فالحمد لله يعني مواظب على الحاجة دي. يعني مرة عملتها 13 وبعمل 7 وبعمل 5 يعني 7 5 9 في الحدود دي مواظب عليها الحمد لله. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. ثم لأخونا الفاضل محمد حجازي جزاه الله عنا وعن كل الأمة خير الجزاء، وربنا يكرمه ويرفع من شأنه ويعلي مقامه إن شاء الله في الدنيا والآخرة بالبرنامج الجانب التربوي والجانب الدعوي اللي بيخلي الواحد يكون إنسان متزن، يكون إنسان مهذب، وفعلا يعني الاستغفار بيخليك تكون إنسان مهذب. يعني حتى النظر، يعني أنا عايش في فرنسا، يعني حتى النظر سبحان الله أنا بقيت يعني حتى لو عايز أتلفت كده كأنه في حد كده بيجي بيضربك كف كده بيجيك حاجة كده يعني بتكون متذكر، انت بتكون متذكر وبتكون متابع خطواتك خطوة بخطوة. يعني كما قال أخونا محمد حجازي التفلت السابق الحمد لله بدأ شوية شوية يختفي، وبإذنه تعالى يعني أنا سأظل أداوم بإذن تعالى ما حيت على الاستغفار أبدا أبدا. ما يعني مستحيل إن واحد يوم ينقطع من الاستغفار أبدا. يعني والله يسعني في الشغل، في المواصلات، في الشارع. يعني هنا عندي مسبحتين في واحد صغيرة بشيلها معي في جيبي والتاني هنا، لكن تكون شغال وبتستغفر بس يعني انت في شغلك لكن لسه يعني حتى الآن لم أبدأ في سورة البقرة. يعني أنا أريد أن أداوم على الاستغفار 3 شهور 4 شهور، وبعد تالي نبدأ سورة البقرة بإذن الله تعالى. بيقرأ القرآن، بيقرأ سورة الملك، بيقرأ سورة ياسين كتير، يعني بالذات سورة الملك بيقرأها كتير، بيقرأ كثير من الصور في القرآن، لكن سورة البقرة بالتحديد يعني لسه فدا قريتها مرة كده ومرتين في اليوم. ما كنت متأكد إنه المسألة الاستغفار قبل سورة البقرة. بعد ما عرفت تداوم على الاستغفار ثم ترجع على سورة البقرة، وقفت سورة البقرة. كان أنا عندي زي 3 يوم كده يوميا بقراها مرتين، ومرات أعملها 3 مرات، لكن وقفتها. فالحمد لله يعني مداوم على الحاجة دي والأمور كويسة جدا والحمد لله. يعني يكفي إنه قد النظر عن مع الدنيا أو يعني نحن واحد أنت يعني عايز إنه أنت حالك تصلح مع الله سبحانه وتعالى. الدنيا دي يعني إحنا مهما عشنا فيها بالأموال، ما عندك أموال ما أنت عايش، لكن بتعمل الحاجة دي لوجه الله سبحانه وتعالى. ربنا يغينا العذاب ويقينا كل الحاجات اللي انت اصلا امرت انه تتركها. يعني بل الاستغفار بيخليك انت تنتهي عنها وتتخلى عنها وتبتعد عنها وبتخاف منها. فالحمد لله يعني الحمد لله والشكر لله. وبرضو أيضا التحية والتقدير لكل المشرفين في المجموعة هنا واتساب 2، ولكل الناس القائمين على هذا العمل الكبير في كل الجروبات. وجزا الله خير الجزاء أبو أحمد أخونا محمد حجازي. يعني ربنا يكرمك ويعزك ويعز بك كل الأمة إن شاء الله. يعني أنت فاتحة خير لكل الناس يا أخي، لكل الناس والله أصبحت فاتحة خير وعملت مجهود كبير، وربنا يعينك وربنا يقويك وربنا يشد من أزرك وتعطي
ترشد الناس، توعي الناس بلغتك الجميلة وأسلوبك السلس. الله يكرمك ويحفظك وكل الناس. شكرا. صحاف الدخري، السودان. حفظك الله وسلمك وبارك الله فيك وجزاك الله خير أخي الكريم، الله يفتح عليك. بالنسبة للاستغفار وسورة البقرة بس بدي أجيب عليه، لأنه قال سيترك يعني وكأنه سينتقل من الاستغفار لسورة البقرة عندما يقطف ثمار الاستغفار. لا نترك سورة الاستغفار أبدا. الاستغفار وسورة البقرة لا يترك أبدا أبدا، لكن ستنزل بورد الاستغفار وترتفع بورد سورة البقرة. يعني لما بدك تأخذ سورة البقرة 4 مرات بدك تنزل بالاستغفار 4000 5000 7000. ما تتهاون، الموضوع مش بتهاون. أنا بعرف شو وقتك، فإذا وقتك بسمح لك ب20,000 معناه بدنا 20,000، فهمت؟ بالاستغفار و4 مرات سورة البقرة. لكن إذا وقتك ضيق والاستغفار 4000 يعني 4 مرات سورة البقرة، لما بدك تأخذ سورة البقرة و1000 وعن جد أنت مجاهد نفسك ف1000. مفهوم؟ لكن لا نترك، فيش تركان، خلصنا التركان. لما باخذ سورة البقرة وبنزل تدريجيا أبقى على واحد سورة البقرة وعلى الاستغفار بأعداد كبيرة. حياكم الله. في موضوع مهم جدا، من أراد الله به خير صرفه عن السوء أو صرف السوء عنه. كيف يعني؟ يعني إذا استخدمك الله في طاعته وأنت لربما إنسان ممكن تكون شهواني، ممكن شهواني عينيك لا تستطيع أن تسيطر عليها، أنت عينيك يعني فتيات ومش فتيات لا تستطيع أن تسيطر عليها، فماذا يفعل الله بك؟ يأخذك إلى مخزن تشتغل في مخزن. هذا المخزن في شركة ما فيش غير أمامك بضاعة، ما في بضاعة، ما في نساء ولا في شيء. بتفوت على المخزن وبتروح على البيت عند زوجتك وخلص الفيلم، لا بتشوف نسوان ولا بتشوف بنات. أو إذا أنت ماشي بالشارع سبحان الله كل الناس بتشوف كل شيء إلا أنت لا ترى شيء، ما في شيء. صرف الله السوء عنك، أو إنك أنت ما أخذك إلى الأماكن التي فيها هذا العري والتكشف أو أي حرام. وصلت؟ هذا من مراد الله. لربما الناس تذهب على رحال بتكلمك رحال عملنا وانت رحت طلعت رحلة ولا شفت ولا شيء، نزلت على سوق ولا شفت ولا شيء، نزلت بهالشارع مشيت بالشارع بالسيارة ولم ترى ولا شيء. لم يريك الله. مش الرسول عليه الصلاة والسلام لما أول شبابه يعني قبل ما تأتي الرسالة يعني كان بده يعني يقال بده يعني يحضر عرس يعني يشاهد عرس، فقبل ما يبدأ العرس نام نام عليه الصلاة والسلام ولم يشاهد العرس. والله أعلى وأعلم إن كانت القصة صحيحة، بس أنا بعلم قديما هذه القصة إنه نام لم يرى شيء. نعم، فلم يريه الله شيء. فمن أراد الله بخير صرفه عن السوء. نيموا وانت ممكن انك تتعب وبدك تنام ويخلص العرس وانت نايم. هذا هو. يعني أنا معي إن شاء الله قصة كمان من الأخ من ليبيا. أعتذر أنا ببحث عن القصص وأعذروني يعني، فممكن تتأخر القصة حتى أنزلها لأني بنساها. السلام عليكم أخي أحمد، حياك الله. هذه هي قصتي مع الاستغفار وأعتذر للتأخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف أروي لكم قصتي مع الاستغفار وعجائب الاستغفار. كنت أعاني سابقا من أعصاب المعدة وضيق في الرزق، ثم وجدت قناة أخي محمد حجازي وكلامه عن الاستغفار. بصراحة حفزني وبدأت أستغفر ليلا ونهارا. كنت أستغفر الله بيقين تام لأن الله عز وجل لا يجرب سبحانه. نعم، الله عز وجل لا يجرب. ولما بدأت الاستغفار اختفى ألم الأعصاب والمعدة تماما، اختفى الألم تماما، لأن الله لا يعذب مستغفر، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ثم كشف الله عني الضر ورزقني الله عز وجل بعمل في مدينة قريبة مني بعمل في مدينة قريبة مني، نعم، وبمرتب ممتاز جدا. وكذلك تركت سماع الموسيقى عندما لزمت الاستغفار. صرت لا أطيق الاستماع إلى الموسيقى بتاتا، وأبدلني الله عز وجل بها الاستماع إلى القرآن الكريم والحمد لله. وعندما لزمت الاستغفار وجدت أن الله يحارب من يحاربني أو يؤذيني، نعم،
وجدت أن الله يحارب من يحاربني أو يؤذيني، لأن في الأيام الماضية كنت أتعرض للظلم كثيرا، ثم استغفرت الله ودعيت الله بدعاء سيدنا نوح: ربي إني مغلوب فانتصر. أقسم بمن أحل القسم أن الله عز وجل أخذ حقي أضعاف مضاعفة أمام عيني، وفجأة لاحظت أن الأشخاص الذين ظلموني صاروا يخافون مني ويهابونني كثيرا عندما يرونني. نعم، وجاءوني يطلبون مني السماح مني بعد أن يعني أن أسامحهم. جاءوني يطلبوا مني السماح يعني أن أسامحهم. وهذه هي قصتي مع الاستغفار. كان معكم أخوكم عبد الكبير من ليبيا، وبارك الله لي ولكم. السلام عليكم دكتور محمد حجاز. السلام عليكم. يعني فقط هيك نذكر لطائف الله جل في علاه، هيك إشارات ربانية عندما تبدأ مثلا مع سورة البقرة والاستغفار، أو تبدأ تراقب الله، ولربما بعد المطر إنه يعني لربما تسأل الله بالمطر فيأتي المطر. من لطائف الله جل في علاه لربما تصبح عندك أنوار في كتاب الله، أنوار تتلألأ، فيعني يفرح، يطير قلبك فرح لها. ومنها مثلا إنك كلما فتحت المصحف وإذا هي نفس الآية أو نفس السورة، يعني بتفتح أنت المصحف وإذا نفس السورة، أو إنك يعني في أي مكان تذهب تجد موقف السيارة ينتظرك في أقرب مكان للعمارة مثلا. يعني دائما موقف السيارة، الناس تبحث عن موقف السيارات وأنت موقف السيارة وكأنه ينتظرك. وتلاحظ هذه الملاحظة، هذه ملاحظة تلاحظها. أو كأنك أنت عندما تدخل إلى مؤسسة ترى وكأنهم كلهم يعملوا لمرضاتك، يريدون أن يرضوك. نعم، تراهم يتملقوك. نعم، فهذه كلها إشارات من الله جل في علاه. أو ترى إنك بدأت يعني عندك نوع من الحكمة، يعني وكأنك من أنا مش هذا، أنا ما كنتش هيك، أنا لم أكن هكذا. فسبحان الله. نعم، من لطائف الله أنك ترى رؤى تتحقق. أصدقكم رؤى أصدقكم حديثا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرؤى الحق هي جزء من 46 جزء من النبوة. يعني أنا رأيت إني زارني خالتي، وخالتي من زمان لم تزورني وإذا هي جاءت، فهذا يدل على صدقك، هي إشارة. نعم، لربما تسمع أصوات وأنت نايم، يعني أصوات رحمانية. يعني يوما ما سمعت أنا صوت، نعم، البسملة شيء جميل، البسملة شيء جميل. نعم، أن تسمي يعني. كمان في شيء آخر سمعته، نسيت شو، لكن تسمع أصوات أو تردد نفس الآية مثلا وأنت نايم ترددها. في بشائر كثيرة تتصلك من الله واستجابة الدعاء، وإنك لربما تدعو لأخوك فتراه يتحقق، أو فلان خاصمك فتراه، ترى هذا الذي خاصمك طار من أمامك، ما عد تلتقي أنت وهو. يعني لربما كنت تصلي في مسجد، نعم هذا حقيقة، وفلان خاصمك في المسجد وأنت صاحب حق وهو صاحب باطل، ورجعت إلى المسجد ما عدت تشوفه المسجد، لم يعد يرجع إلى المسجد هذا الذي أنت تصلي فيه، أذهبه الله، طيره. أو موظف سيء الخلق في مؤسسة أنت تعمل بها، وبدأت يعني كان في هيك يعني هو يضايقك هذا الموظف، وإذا طار كمان لم يعد موجود، وترى أنه كل واحد يضايقك يكنسه الله من أمامك. نعم، فهذه لطائف الله، استجابة الدعاء من هنا. أنا ما بقول على الكرامات إنه الله يوفقك مثلا قيام ليل وهكذا، لكن أشياء خارقة. نعم، إنه مثلا كل الناس تبحث عن موقف السيارات كلهن ببرموا، لا أنت بتيجي مباشرة وكأنه الله مغطي عليه مش شايفينه هني، أنت تأتي لأقرب نقطة ممكن أنك تركن السيارة وتدخل إلى العمارة هذه الكبيرة التي كلهم يبحثوا عن موقف السيارات ولم يجدوا. أو أنت نعم أمور أنوار هيك تتلألأ في كتاب الله، استجابة الدعاء. تشتهي شيء، مثلا تشتهي بطيخ، وإذا واحد داخل بطيخ عندك على البيت، زوجتك ابنك تشتهي حلو، ما تاكل حلو، ما فيش حدا من البيت، وإذا ابنك جاي من الخارج معاه باكيت حلو، هكذا
أمور يخطر على بالك شيء وإذا هو أمامك، فهمت؟ أمور هذه تبدأ الإشارات الربانية والتيسير والتسهيل هذه بشائر يعني. وقد يكون شيء يعني يحببك مثلا في كتاب الله، تطرب لقراءة كتاب الله، في صار عشق بينك وبين كتاب الله، فتجلس ساعات وساعات. نعم، بدلت الصحبة من الناس إلى كتاب الله، خلاص خير جليس في الأنام كتاب الله. أنت جالس مع كتاب الله، لا يعني لا تتعب، مبسوط، تقرأ وتقرأ 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 وهكذا. الله يفتح عليكم ويرضى عليكم، الله قريب مجيب، فاستجيبوا، استجيبوا لأوامر الله، صلوا في الوقت، لا تخلط الصالح بالطالح وتقول لماذا لا يستجيب الله. اترك الذنوب فهي الطامة الكبرى، هي التي تمنعك عن كل الخير، وذنوبك هي إساءة الأدب مع الله. ولا تخلو إذا خلوت في محارم الله ثمن وعباهة يا أخي. هذه الذنوب خلوات خياني، هاي خياني لله، انت خاين، انت ممثل بالخارج. هذه هي مش انك انت يعني تعمل هاي الحركة فيش هذا، يلا افتح موبايل وفلام سقطة، هاي خياني لله. نعم، انك انت يعني اهون الناظرين اليك الله. خلينا نتوب الى الله ونرى الله اننا نجاهد، حتى لو سقطت انا اجاهد. لا، انا ما بدي اخرج من البيت، لا اريد ان اشاهد شيء. اخرج من البيت، اترك الموبايل في البيت واخرج، امسك مسبحتك واخرج بدون موبايل. نعم، خلي بطارية الموبايل تخلص، شغل الموبايل واخرج منه عشان تخلص البطارية وترجع ما في موبايل، ونام على طهارة، وأحافظ بالأذكار الصباح والمساء، بتساعدك كثير. السلام عليكم ورحمة الله. قصصكم عندنا قصص، عندنا بالجروبات، تفقدوا الجروبات في صندوق الوصف إخوتي الكرام. في هناك قنوات عن الاستغفار وقصص المستغفرين، وهناك جروبات للاستغفار. هناك جروب انك انت تضع قصتك اذا مش عارف تصل الى مشرف، فعندنا قصص الحمد لله رب العالمين، عندنا مشرفين، اسألوا المشرفين عن مشاكلكم، بيساعدوكم. نعم، هم عاشوا هذه الاستغفار. نعم، لا تذهب لمن لم يعش وقطف ثمار الاستغفار، لا تذهب إليه، سيضللك، سيبعدك سنتين، بهذول السنتين انت ستعرف الله فيهن حق المعرفة. الله يبارك فيك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.